موضوع التزوير في شهادة رئيسية لرئيس لجنة رئيس منطقة دمياط، أكيد أضافت بالنادي. أنا عايز أسمع منك القصة الأول وبعدين أسمع منك قصة الصعود. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أولا ما كانش فيه قضية أو نقاش بيننا وبين رئيس المنطقة، أو كان فيه تحديات بيننا وبينه. سبب المشكلة كلها اللي احنا كنا بننافس على الصعود، وكنا في المركز الأول في القسم الرابع. كان المنافس بتاعنا فريق مركز شباب الشعراء، وبالتالي كان فيه مؤامرات على انه الروضة ما تصعدش. السبب كان ايه؟ الله اعلم، مش عارفين ايه السبب الرئيسي. فجأة فوجئنا بقرارات من رئيس المنطقة بتأجيل المباراة اللي هي قبل النهائي، قبل المباراة الأخيرة لمركز شباب الروضة، بتأجيل المباراة. وبعدها بأسبوع تاني فوجئنا بقرار تاني بالمباراة بتتأجل، والنتيجة تحتسب لفريق الساحة 2-0 ضد فريق المركز شباب الروضة. ايه السبب؟ لحد الآن ما كناش عارفين ايه السبب، لغاية ما أصدروا قرارات من المنطقة، قرارات عشوائية بهزيمة الروضة مباراتين مع ساحة دمياط وشباب دمياط. وبالتالي أصدروا قرارات بإلغاء النتيجتين المباراتين، وإلغاء نشاط مركز شباب الروضة لمدة 2 بشطبه، نتيجة إن مركز شباب الروضة أعطى رشوة لفريق الساحة بدون علمنا وبدون ما نعرف أي حاجة صدرت ضدنا. من هنا بدأ الصدام بيننا وبين رئيس المنطقة، وبالتالي بدأنا إن نعرف اللي هو القرارات اللي بقت تجيله من الاتحاد، بقى يضرب بقى عرض الحائط ويخالف قرارات الاتحاد. فلتقيت الكابتن سمير بيقول انتوا اللي عملتوا الرشوة. قلنا له رشوة ايه يا كابتن سمير؟ المفروض ما تسمعش كلام حد على موضوع الرشوة ده. هو في نادي صغير زي مركز شباب هيروح يدي لواحد 500 جنيه علشان يسيب ماتش؟ في ماتش هينشرب 500 جنيه؟ هل ده كلام مظبوط؟ في ماتش في دوري الدرجة الثالثة، دوري الدرجة الرابعة، هيتباع ب 500 جنيه؟ ده كلام ماهوش مظبوط يا كابتن سمير. المهم قال ان بيننا وبينكم التحقيقات. دخلنا في التحقيقات، كتبنا التظلم هناك، طلع ان القرارات كلها